السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معنا في قناة وصفات حنين. اليوم ان شاء الله جبنا لكم طريقة سهلة وبسيطة ولذيذة ديال كيفاش نحضروا الفقاص. كيجي مقرمش ولذيذ. تابعوا معنا الفيديو باش تشوفوا المقادير. رجعنا لكم من جديد. لهاد المقادير ديال هاد الفقاص غنحتاجو نديرو اولا قبيصة ديال الملح، من بعد 6 البيضات، كل بيضه كنديروها بوحدها. الا قدر الله تخرج لينا شي بيضه خاسره ولا شي حاجه ما نضيعوش بقيه البيض، كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه اللي في الفيديو. كنحتاجوا 6 ديال البيضات، والبيض كيحتاج نطربوه مزيان. غادي نطربوه مع زلافه ديال سنيده باش كيجي طرب مزيان. طربوه بيديكم ولا بالطراب اللي بغيتو على حسب المتوفر عندكم. انا هنا طربته غير بيدي. من بعد كنضيفو سنيده وكنطربوه مزيان مع ديك السنيده حتى تينسجم الخليط. من كينسجم لينا الخليط مزيان كنضيفو زلافه ديال الزيت. هنا غير ما تشدتش مزيان، راه زلافه ديال الزيت. وكنعاودو نطربو المكونات كاملين، البيض وسنيده والزيت، حتى كنحصلوا على خليط متجانس بحال اللي كتشوفوا في الفيديو. من بعد كنديروا واحد الفاني باش كتعطينا النكهه. حتى هي كنخلطوها مزيان باش ما كتبقاش لينا محببه. ودابا كنضيفوا الزرارع كما قلت لكم. عندنا معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه النافع. الا بغيتو ديروهم مطحونين هي ديك، بغيتو ديروهم مطحونينش ماشي مشكل. بالنسبه للزنجلان كنحتاجو 5 المعالق منقي ومغسول ومنقي. وكنحتاجو اللوز على حسب الكميه اللي عندكم في الدار. وكنخلطوهم كاملين حتى تينسجموا كاملين مع داك البيض وسنيده والزيت بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. انا راه كنخلط غير بيدي. ملي كنخلطوا المكونات مزيان دابا كنضيفوا طحين كيلو ديال الطحين، وعلى حساب ديما الطحين كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. كنبقاو نضيفوا بشويه بشويه وحنا كنخلطوا الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. ما نضيفوهش كامل في دقه لان ربما يجينا قاصح ولا شي حاجه. اللهم كنضيفوا بشويه بشويه وحنا كنخلطوا. كنخلطوا مزيان. هانتوما كما كتشوفوا كل مره كنضيف شويه ديال الطحين. دابا غنبدا ندير الخمارات. كنحتاجو 3 ديال الخمارات، كنديروهم مع الطحين باش ما كيتحببوش. حتى الدراري الصغار خدامين معنا متحمسين للفيديو. مزيان مره نشاركوا معنا الدراري الصغار في هادشي ديال التحضيرات ديال الكوزينه، لان كيعجبهم كيكونوا فرحانين. نرجعوا للمكونات ديالنا والخليط ديالنا. حنا كما كتشوفوا كنبداو نخلطوا حتى تتجمع لينا العجين، كتولي لنا عجين متجانس. كنبداو نضيفوا الطحين. ضفنا داك الكيلو كامل حنا كنخلطوه. من بعد حصلنا على هذا العجين المتجانس كتكون رطاب، وملي كنقيسوها هكا بصبيحاتنا كتكون هابطه. ومن بعد كنحربلوه كنديروا على شكل كوميرات
بالطريقه اللي كتشوفوا. كنحطوه في واحد الطاوه، وباش كنزوقوه من الفوق كنجيبو صفرة البيض نيسكافي ولا بغيتو الكاكاو. كنطربو مزيان داك البيض وكنخلطوه مع نيسكافي وكنبداو كندهنوه مزيان كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كندهنوا دوك الكميرات مزيان. من بعد كنجيبو فرشيطه وكنديروا واحد الزواقه من الفوق تزين بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. كتجي زوينه، عطي واحد المنظر للفقاس. من بعد كنجيب واحد العود كنتقبو به الفقاس باش ما يتفرقعش لينا من ندخلوه للفران. الا خلينا ما تقبناش كيدخل الفران كيتفرقع وكيجينا صعيب في التقطاع. ها هو من بعد ما دخلناه الفران وخرجناه وخليناه حتى برد، تقدروا ديروا عليه سربيته وفيها شويه الماء بارده باش كيشد راسو من نقطعوه ما كيتهرش لينا. هانتوما كما كتشوفوا في الطريقه كنقطعوا الطريقه بشويه. الفقاس كيبغي الخاطر لان شي بعض المرات كيبدا يتقطع وهو كيتفرتت. وهذا هو الفقاس ديالنا كيجي بهذه الطريقه محمر ولذيذ صراحه ما تنشبعوش منه. كيجي زوين تعطيوه للوليدات يديو معاهم المدرسه يفطروا به. كيحمقوا عليه الدراري الصغار احسن من دوك الحلاوي اللي كيشريو من الزنقه. هذا بعدا مصوب في الدار وعارفين شنو فيه بالصحه والراحه. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وما تنساوناش من الاشتراك في القناه ودعمنا باللايك وشي تعليق زوين باش يحفزنا اننا نزيدو المزيد. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا للناس اللي انضموا مؤخرا للقناه ديالي وعلى دعمهم. ويلا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.